معلش إحنا برضه في مجتمعنا الأم هي اللي بتربي، وبالذات بقى في الصلاة وفي الصيام وفي الدين. ما تجريش شكلي وبعدين لأ لأ نقف عند دي. صباح الخير. حلقة جديدة من بوت شاتس. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم ان شاء الله يبقى شهر اليمن والبركات والخير وكل حاجة حلوة في الدنيا. انا نورة وأنا آلاء. السيزون ده هنبقى معاكم سيزون في رمضان، سيزون مميز. هيبقى معانا هلال عسال ضيفة السيزون. هنتكلم على مواضيع كتير قوي هتهمنا كأمهات في رمضان. ازيك يا هلال، عاملة ايه؟ ازيك يا آلاء، ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا نور؟ ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. انت طيب؟ وانتي طيب. قولي لي، اتفضلي. قولي لنا، احكي لنا عن نفسك الأول، احكي لنا على مين هلا. طيب، بحب قوي ان انا ماما وجده، يعني I'm very proud especially ان انا جده. اوكي حلو. يس. مين هالة؟ هالة انسان، بس عندي شويه ادوار كتير كده بعملها. عندي للادوار دي مسؤوليات فبقوم بيها. دي هالة. انا بشتغل في مكان اسمه دار مشكاة. انا الاكاديميك تشيف اوفيسر هناك. انا دارسه كوتشنج، دارسه CBT، دارسه شويه حاجات كده، بلس ان انا دارسه علوم شرعيه، وكنت ابتديت اجازتي في القران، بس الحقيقه وقفت. اوكي حلو قوي، اوكي. يعني البيرفكت بالانس اللي احنا كنا عايزينه للماما للسيزون والجدة ده. السليمة بقى. للسيزون ده. يعني ربنا تمام. يتقبل كده يا رب. ويستعملنا ولا يستبدلنا يا رب. اللهم يا رب امين. آمين. احنا عندنا مشكلة، او دايما بشوفها في الناس اللي حواليا. مهم. اوكي، ان احنا دايما وقت ما بنبقى داخلين على رمضان او لسه عاملين عمرة، او يعني عندنا فوق ما حاصلة كده، او وفاة مثلا لا قدر الله، دايما بيبقى فيه الوقت انا محتاجه اصلي الصلوات كلها، انا محتاجه اصوم كويس، انا محتاجه اقرا قران، انا محتاجه اقول الاذكار بتاعتي واعمل كل الحاجات. مهم. قبل ال10 ايام الاخرانيين بتوع رمضان بيبقى الحاجات دي خلاص خلصت. بنرجع بقى لحياتنا، يعني احنا اصلا حياتنا ده مش فيها اولويه، مم. او يعني بلاش نجمع على كل الناس، كل حد في تفاوت، بس برضو بنبقى بنعيش حالة كده مش هي دي اللي مكملة معانا طول الوقت. مش قادرة أتجاوز حاجة نورة قالتها. يعني في بداية الكلام كنت هروح معاكي في حتة، وبعدين قلتي جملة فوقفتني. أو لو عندنا عزا حالة أو وفاة. حالة وفاة. وفاة، مم. انتي لمستي عندي فكرة إنه بقى عندي احتياج، ايوه، خفت. فاحتياج لحاجة أكبر وأعلى مني. مم. صح. طيب الاحتياج ده بقى، ففي كل منطقة هروح فيها هيبقى عندي الاحتياج ده. مم. هبتدي رمضان، عندي احتياج لإيه؟ الإسدال الصلاة الجديد. بالظبط. صح؟ ده اللي احنا بنعمله، ننزل بقى نجيب ديكوريشنز رمضان، ننزل نجيب إسدالات الصلاة للبنات علشان نشجعهم يصلوا. اوكي. يلا نعمل بقى مود مختلف في البيت، مهم. وخلاص انتي بتبقي عايشة دور انتي بتبقى مش صورة. متعودة عليه. بتبقى صورة اكتر. فأول يوم تاني يوم نبدأ نتاخد في التجمعات في العزومات على آخر رمضان خلاص. اوكي. طب انتي عايزة تروحي فين؟ يعني انتي الحالة اللي بتبقى عندك دي، وان انتي جبت الإسدال وحضرت وعملت الديكوريشن وحطيت الفوانيس والأضواء وكل عايزة ايه؟ انا نورة مثلا عايزة مهم. احسن علاقتي بربنا، عايزة ابقى قريبة فعلا اوكي. مثلا. ببقى بس دايما عايزة بتوه، يعني اليوم مليان قوي والفكرة دي بتقع مني. بالظبط. انا مثلا ببقى عايزه شايفه دايما ان زي ما انا عندي فيجن معينه في تربيه بناتي، في طريقه تعليمهم، في رياضه، في كل حاجه، انا عايزه يبقى في فيجن واضحه ماشيه عليها في علاقتهم بربنا والدين، لان ده الاساس. حلو قوي بس قوي. بقى دايما بيجي السؤال، طب ما هو انا هقعد اجري وراها ويلا روحي نحفظ قران، طب انا فين؟ هي مش شايفاني بعمل ده، يعني انا علاقتي بربنا فين؟ الفيجن بتاعتك متعلقة بشهر بس، صح؟ صح. طب ما تيجي نطلع بره شوية كده ونخلي الفيجن متعلقة بكوني يعني موجود هنا ليه؟ مم. أنا هنا بعمل إيه؟ اوكي، بنعبد ربنا. حلو قوي. فأنا عايزة أحط الفيجن بتاعتي عبادة ربنا.
صح؟ إمم. طيب الmission بتاعتي أو المهمة بتاعتي على الأرض دي الvision الكبيرة إنه أنا باعبد ربنا، إمم. هاحطها على الmission مش الvision، وهاخد عبادة ربنا دي بvision كبيرة تتحقق for future. هقسمها لmilestones كده، فمن ضمنها رمضان. إمم. طيب أنا عايزة أخرج من رمضان إيه؟ يعني أحسن، أقرب لربنا at least آمم، خطوة، يعني خطوة. أعتقد لمّا بنحط ده هي كلمات مرسلة جدًا، إمم. عشان الgoal أحطه إمم. لازم يبقى إيه smart. صح. فتعالي نحط مع بعض goal. أنا عايزة أعمل إيه في رمضان، عايزة أخرج إيه؟ ختمة القرآن 6 مرات؟ لأ. لأ، على الأقل أقرا سورة أبقى فاهماها. حلو أوي، أوي الكلام ده، أقرا سورة أبقى فاهماها. إمم. يبقى هاخرج من الدايرة بتاعة إن رمضان ليه شكل بتاع إسدال الصلاة والdecoration والفوانيس، إمم. وهابتدي أحط رمضان تصوُّر عندي أنا عايزة أخرج منه إيه. ودي من الحاجات اللي حلّت لي إشكالية فظيعة جدًا في رمضان. باسمع ناس أنا ختمت 3، 4 مرات، يا جماعة أنا ما باعرفش أعمل كده. هو صعب، أنا مش عارفة يعني بيختموا 3، 4 أنا مرات. عبادتي مش زي الناس، إمم. فابتدي أتقاعس عن إن أنا حتى أختم. أقرا مرّة لحد إمم. صح. صح، مش ده بيحصل لنا؟ لأ، أيوه وبعدين للأسف. بنبقى حاطين goal معيّن حتى لو هاختم مرّة واحدة، اهم. لو وقعت بقى في يوم ما قريتش الجزء بتاع النهارده ده، بابقى خلاص أنا مش هاعرف أوصل للgoal فباوقّف بقى أصلًا. حلو أوي. ممكن أسأل نفسي هو أنا ما قريتش الجزء بتاع النهارده ده ليه؟ هو دي بقى اللقطة اللي إحنا محتاجين نُقف فيها ونخلق حالة وعي عند نفسي، أنا ليه ما عملتش كده؟ عشان دي مش أولوية، عشان دي مش أولوية. يبقى أو الvision الدين كلّه على المرسلة بعضه. الأولانية صح. دي ما كانتش صح، الmission بتاعتي مش صح، إمم. يبقى إمم. محتاجة أراجع. ولا بأس على فكرة، يعني ما يجراش حاجة إن أنا وقعت مرّة، أعيد تاني الكامبس بتاعتي وأضبّطها، بوصلتي أرجع أضبّطها تاني، وأبتدي أقول لنفسي أنا ليه ما قرأتش الجزء بتاعي إمم. أو الصورة بتاعتي. طب إمم. إحنا إزاي نشوف أصلًا يعني أنا مش لاقية المشكلة برضه. طب ما أنا بالاقي وقت أروح التمرين، وبالاقي وقت أطبخ، وبالاقي وقت يعني اليوم نفسه ماشي، اهم. الsequence بتاعه ما فيهوش إمم. حاجة بتتأثّر. طب ما أنا لمّا يعني باقول لنفسي طب خلاص أنا هاخلّص كل حاجة وقبل ما أنام هاقرا الجزء ده أو هاقرا السورة دي، أو هاقول أذكار المساء. حلو. هاجيب ورقة وقلم بقى وأكتب سؤال وأجاوب عليه. إمم. إيه أكتر حاجة مهمة ليّا في الحياة؟ طيب ما إمم. سؤال تاني بقى ده يعني اللي نورة قالته واللي قُلتيه ودّينا لحاجة تانية خالص، أنا مش عارفة إيه الvision أصلًا، طب سيبي يعني بس دي الvision هنروح لها، بس هاجاوب على السؤال ده. أوكي. إيه أهم حاجات في حياتي؟ ولادي. حلو. المفروض حاجات إن كتير ربنا بقى. بقى، يعني ربنا then ولادي. هو من المنطلق الترتيب مش صح. أوكي. مش الترتيب ربنا لا، وولادي. لا، لأ، ما أقصدش، أنتِ قُلتِ ولادي وبعدين ربنا. إحنا عندنا ترتيب، عادةً الترتيب ده وهاخد من كلامِك وأروح للحتة دي، عادةً الترتيب ما بيبقاش صح عندنا. إمم. إحنا بنتعلم كده ترتيب إنه الله، نفسي، الآخر. إمم. فعشان أضبط البوصلة وأضبط الvision بتاعتي، أنا محتاجة أحط الله في مقدمة أولوياتي، إمم. أهم حاجة عندي في الحياة. أوكي. ونَفْسي طبعًا يعني أنا نَفْسي دي ما كنتش هاقولها، يعني لو كنتِ آه، آه. سِبتيني أقول لِك طبعًا. كل الحاجات المهمة اللي في حياتي ما كنتش هاقول أنا لإنه يعني. حتى وأنتم بنتكلم في الأول إحنا حطينا وزي ما قُلت لِك بالتأكيد وأنا في المرحلة العمرية بتاعتكم، أنا برضه كان عندي نفس التصوُّر ده، إن ولادي هم اللي بيحرّكوا كل حاجة في الحياة. صح. إمم. هو دور كبير أوي عندي إن أنا دور أم، ومن الحاجات اللي أنا باحبها في نفسي إن أنا أم، بس مش هو المُحرِّك الوحيد، هو دور من الأدوار. إمم. إنما أنا على الأرض للعبادة زي ما قُلتِ في الأول. إمم. ف فمقامك حيث أقامك، فأنا في دور الأم هاشوف علاقتي بربنا فيه إيه،
ربنا طالب مني إيه؟ كأم يعني. كدور. أوكي. دور الأم مش نورة بمسؤولية. نفسها. أوكي؟ إمم. نورة بقى عبارة عن مجموعة الأدوار دي. أوكي. فوأنا جبت إصدار الصلاة عشان إيه؟ عشان نعلمهم الصلاة وأهمية الصلاة أوكي. يتعودوا. فالميشن بتاعتي بعمل إيه؟ البيت ده مصلي ولا مش بيصلي؟ ده سؤال مهم. بصلي في رمضان بس وانقطع في بقية الوقت ولا لأ؟ لا، في حاجة تانية جت في بالي وانتي بتقولي البيت ده مصلي ولا مش مصلي. قولي. يعني حتى واحنا بنصلي احنا بنبقى، يعني انا مش حاطه في اولويات مثلا دماغي ان انا ايه هصلي قدامها، وفي مثلا هحط السجاده فهي تبقى شايفه دايما ماما بتصلي. يعني انا وهما بيتفرجوا على التلفزيون او هما بيعملوا حاجه انا عايزه الحق ادخل اصلي في هدوء من غير ما حد ما يزعجني في عشان هدوء والّا نخلص عايزة بقى تصلّي اليوم بسرعة كله. عشان تلحقي؟ يعني ساعات كده هو وساعات كده عشان ممكن ابقى صريحه. الاتنين. إمم. بس عشان الأهم إنه زي ما آلاء قالت إيه، هما بيتفرجوا على التلفزيون وأنا بتسرسب كده عشان أصلي بقى، حتى لو هأطيل في الصلاة هما مش جزء من الشكل بتاع إن أنا داخلة أصلي. إمم. فالبيت كله بيتوقف كل الأنشطة لأن ده وقت صلاة، إن أنا أصلي الصلاة على وقتها، يلا يا حبايبي هنصلي. إن الأب يبقى هو الإمام بتاع البيت إمم. وبنغفل عن دور الأب في العبادات. لا معلش احنا برضو في مجتمعنا الام هي اللي بتربي، وبالذات بقى في الصلاه وفي الصيام وفي الدين. ما تجريش شكلي وبعدين لا لا نقف عند دي، لان احنا بنربي وبعدين شوفي بنتك يا هانم اللي لابسه كده ازاي، وشوفي بنتك. التربية مسؤولية مشتركة ما بين الاتنين إن لم يكن الأب هو صاحب الفيجن في التربية. ده حقيقي. ده أنا حقيقي. لأ أنا ما أنا متفقة إنه في الآخر قراره هو اللي هيتعمل. صح. ما تجريش شكلي عشان هدخل في الحتة دي مش هنطلع. طيب الأب إنما بطبيعة الحياة والمشغوليات والمسؤوليات وكل ده محتاجين نتفق على الدايركشن بتاعنا في التربية صح. ونوزع المسؤوليات. الأب والأم مش واحد بس. اوكي. فدي من الحاجات المهمة. طيب نرجع بقى للبورت اللي احنا كنا بنقوله اصلا، اللي هو احنا كنا بنقول ان ده بيت مصلي ولا لا، لان انا لما باجي اجي اعمل حاجه في رمضان ان انا بجيب الاسدال وكده، ده كان هدفي ايه بالظبط؟ أوكي. بس ده هدف يعني حتى لو احنا عندنا اهداف، احنا عندنا اهداف متفرقه، يعني مش بيصبوا كلهم في فيجن واحده بيخدموا بعض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تنفع دي تبقى فيجن لينا؟ أوكي. الميشنز هتتعدد جواها. هنعبد إزاي بقى؟ العبادة مش صلاة فقط، إنما الصلاة جزء من العبادات المفروضة علينا، فده فرض فبأديه الأول كفرض وبعدين أبتدي ألاين مع بقية الميشنز بتاعتي. اوكي. طب أنا بتفرج على المسلسل، طبعا الكلام ده يعني مهروس كتير. بتفرج على المسلسل فاقفليه، هو فعلا محتاج مني قرار. صح. الأذان أذن، اقفلي المسلسل وقومي صلي. هي مفيش عصاية سحرية أكتر من كده، هو قرار. هنتفق إن وقت الصلاة يحين كلنا بنسيب اللي في إيدينا وبنصلي. اوكي. فحولها لعادة عندي جوه الهابت جوه البيت. أنا برضو عايزة أرجع أكتر لنفسي، يعني قبل ما نخش في فقرة الأولاد دي، أنا عايزة أحط لنفسي أنا علاقة بربنا مظبوطة. أوكي. فعشان كده هي بتقول ما عنديش الرؤية دي أصلا، أنا مش عارفة إيه اللي المفروض أبقى بعمله وأحطه إزاي في يومي اللي هو مليان حاجات كتير قوي ده. طيب يعني أنا عملت يعني وصلت الكونكلوجن كده اللي حتى احنا بنسميه في الكوتشنج يا آلاء الهير اند ناو. دلوقتي وهنا. اوكي. دلوقتي وهنا انتي دورك نورة. عندك مجموعة أدوار، تقدري تعددي مجموعة أدوارك؟ وبشتغل. اوكي. وزوجة. دي زوجة ليه تالت واحدة دي بقى هنتكلم فيها بعدين، بس ما علينا يعني. غيريها بسرعة عشان احنا كاميرا. ايوه زوجة اول حاجة هايلايت بالظبط. اوكي. زوجة وأم وابنة.
وابنة، أوكي، بس كفاية أوي كده. حلو. لأ وحاجات كتير والشغل ما أنا قُلت لها آلة باشتغل. الشغل. يبقى في كل يعني أنا واقفة في الcenter بتاع إن أنا عبد لله، صح؟ صح. خُلقت للعبادة، كويس. فكل لفة بالفّها كده باواجه دور من أدواري، يبقى الhere and now بتاعه، وأحطه على مسطرة أنا هنا إيه مسؤولياتي اللي لو قابلت ربنا بيها دلوقتي حالًا، إمم. قدّمت عذري لربنا سبحانه وتعالى. أوكي. صح. إحنا باحس أوكي. كده إن إحنا بنفتقد إنه إحنا نفكّر من المنظور ده. أنا بافكّر من تحت مظلة I'm overwhelming جدًا. صح. أنا عارفة حاسة يعني الموضوع ده ربط عندي في إيه، إن أنتِ كل قرار بتاخديه في يومِك مثلًا بتشوفيه هيمشي مع دورِك كأم والّا لأ، يعني أنا مثلًا صح. هاخرج، طب هينفع، طب الولاد فين، طب هاشتغل شغل جديد، طب إيه اللي هيحصل؟ فأنا دايمًا بارجّع ده لإن أنا أم، ت طب إحنا كل قراراتنا في اليوم مش بنرجّعها بقى لإن أنا زي ما قُلتِ باعبد ربنا. بالضبط، ده بقى مش دور، ده مظلة، صح. إمم. دول ده تحتي. الumbrella صح. اللي تحتيها مجموعة أدوارك، صح. فهو ما بينفصلش. إمم. بس وأنتِ بتتكلمي يا آلاء أنا خايفة جدًا من كتر ما بقينا بنتكلم على الفردية والحرية وكل الحاجات دي، إن أنا أقلل من شأن دور الأم. دور الأم ده أنتِ بتخرّجي جيل إمم. هيشهد ليكِ بالصلاح، هيشهد ليكِ بالإحسان، ده مش دور قليل، صح. بس ما تنسيش أدوارِك التانية. صح. طب إزاي بقى أحُط الرؤية دي؟ أوكي، فيما يتعلق بدورِك كأم، نورة. نورة تحت مظلة العبادة، إمم. عبودية ربنا سبحانه وتعالى، صح. عندها مجموعة أدوار، كل دور أنتِ مكلفة فيه بإيه، بيدخل بقى مجموعة من القيم اللي بتحركِك. اهم. وأنا بارسم الvision بتاعتي أو رؤيتي للمستقبل، بيبقى اللي بيحركني وبيخلّيني آخُد قراراتي في الحياة هي مجموعة القيم بتاعتي. إمم. لو علاقتي بربنا جيدة وأنا aware بيها وحاطاها في الصف الأول، يبقى كل حاجة هتحركني هي علاقتي بربنا، قراراتي هتبقى على الأساس ده، إمم. إنه ربنا سبحانه وتعالى يراني ومُطّلع عليَّ، فربنا شايفني وأنا كل ده باقدّم مسؤولياتي لربنا سبحانه وتعالى، إمم. هاحاسب عليها، صح. فسدّدوا وقاربوا. إمم. وده يعني جزء من حديث قد إيه رائع، يخلّيكِ كده إن أنتِ تاخدي نَفَسِك وتهدي وما تبقيش مرهقة، سدّدي، إمم. حُطّي الvision وقاربي في الmission بتاعتِك، إنه لو فاتِك حاجة لا بأس، إمم. إمم. صح. ملحوقة وهالحقها، صح. بس ما فيهاش تفريط، يعني أنا ما سِبتهاش عشان أنا فكست لها. فكستلها. يعني أنا باحاول دايمًا أرجع زي ما بعد ما أحُط الmission هاراجع نَفْسي كل يوم، اهم، أنا مشيت على الmission دي والّا إمم، لأ، وأرجع أعدِّل اليوم اللي بعده، إمم، لإن إحنا فعلًا المشكلة اللي كُنّا بنقولها في الأول خالص، إن أنا بارجع آخر اليوم أنا فين بقى، أنا ما قريتش قرآن، أنا ما قُلتش الأذكار، فده نراجعه في آخر اليوم، لكن اهم، فعلًا الكلام اللي بتقوليه إن إحنا محتاجين نshift الmindset بتاعنا أصلًا، اهم، فأنا بابقى باتحرّك من أول اليوم بالشكل ده. أنا الvision بتاعتي إيه، أنا الmission بتاعتي إيه، فكل قرار وكل خطوة أنا بامشيها في اليوم، هل دي ماشية مع الvision والmission والّا لأ؟ بالضبط، بالضبط. و و ودي سهلة. طب تعالي نجاوب على ال3 أسئلة دول. إيه أكتر حاجة مهمة ليّا إمم. أو حاجات مهمة ليّا؟ أوكي. إيه الvalues أو مجموعة القيم اللي بتحركني في حياتي؟ سميتيها قبل كده يا نورة؟ ولا فكّرت والله، أنا صدقيني ولا فكّرت. أنا محتاجة ورقة وقلم أنتِ واكتب الأسئلة واقعد أفكّر بجد واشوف هُم إيه، اهم. لإن فعلًا لأ ما يعني أعرفش. القيم دي هي اللي بيحرك لحظة الاختيار. إمم. إمم.
يعني لو أنا عندي الدين قيمة عالية، فكل ما يتعلق باختياراتي هيبقى الدين. على فكرة مش ضروري القيم، يعني بيبقى فيه قيمة الاستمتاع مثلا، اه فالكواليتي بتبقى بتاعة الوقت مهمة. قيمة الجمال، فأحب كل حاجة حواليا تبقى حلوة. صح. يعني بتحدد اختياراتي القيمة بتاعتي. مم. القيم متغيرة على فكرة، كل فترة مم. بتتغير. فالرؤية كل شوية هتتغير. definitely اوكي. يعني. بس برضو ستيل انا عندي الرؤية اللي هي الامبريلا بس الكبيرة عندي والميشن. ماشي، بس يس يعني هي الميشنز هي اللي عبادتها لربنا تتغير. مش زي عبادتي انا لربنا دلوقتي، مش زي مامتي في النص، يعني كل سن. يبقى ده ميشنز مختلف، يعني الميشن بتتغير بس الفيجن وبعدين واحدة. دي الفروقات الفردية صح. وربنا قد ايه جميل ان هو سبحانه وتعالى فاتح ابواب كتيرة تقدري تدخلي منها. يعني العبادة مش شكل واحد. اوكي صح. حاسه انا عايزه طيب ورك يعني شيت. احنا بعد يعني انا شايفة ان احنا بعد الكلام ده هو احنا يبقى في ورك شيت للكلام ده نعمله. في 3 أسئلة احب ان احنا نسألهم. اوكي. والسؤال الثالث احنا قلنا ايه اكتر حاجة مهمة ليا، ايه الفاليوز اللي بتحركني في الحياة. والسؤال الثالث انا عندي يعني ما يسمى بالشغف، او الحاجة اللي بتحركني بتموتيفيت مي ان انا اتحرك ايه هي. ده اوكي اول كده بسم الله الرحمن الرحيم اتعرف على نفسي. صح. حلو قوي. خلاص يعني احنا كده معايا كبسولة النجاح. لا معاكي اطلاقا الكبسولة. اطلاقا ما فيش عصاية سحرية، وعايزين نتفق على ده. اعقلها وتوكل. صح. صح. احنا كل حاجة انسانة هوائية جدا. ليها كلمة awareness جديد يعني. هو فعلا عشان تخرجي من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. ودي من الحاجات اللي احنا بنغفل عنها. أنا التنين المجنح بتاع الحياة يعني. صح. لا خالص خالص خالص. اعقلها وتوكل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا بسعى. that's it. ليس عليك هداهم. كل حاجة بتطلع الإنسان من، على فكرة مالكش من الأمر من شيء، يعني أنت ما ولا حاجة. صح جدا. صح. سبحان الله. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. لا شكرا. احنا خلاص هنطلع من الحلقة دلوقتي ان احنا نحل نجاوب على الأسئلة دي صح. ونفهم الفيجن والميشن، ونيجي بقى الحلقة الجاية ان شاء الله نتكلم بقى عن ازاي بقى احط فيجن اصلا في تربيتي لولادي، لان احنا كده انت هتعملي ريست للموضوع من اوله، من الاول ده كله بقى نصلح كل العك اللي موجود. شكرا ليكي جدا. شكرا يا هالة، انبسطنا بالحلقة على خير ان شاء الله. حلقة انسايتفul قوي يعني. جزاك الله خير.